نتذكر اللي 13 عام التالي شعبنا هاج هيجة قلبت الدنيا. نتساءل الحلمة اللي حلمناها في النهار هذاك زعما تتطابق مع الواقع اللي عايشينه اليوم؟ هل الناس اللي نادات خبز وماء وبن عليه لا تنجم تصدق اللي 13 سنة من بعد حتى الخبز والماء ولاو فال؟ هل الناس اللي شافت بن علي هرب تنجم تصدق اللي في 2024 مازال ماشي في بالنا اللي شكري بالعيد قتلوا الشاوش والمعتمد؟ هل الناس اللي شافت الإعلام العالم يصفق للتوانسة اللي ولاو يصدروا في ثورتهم الباقي الكرة الأرضية شادين الصف على تالاس باش يتذلوا على تأشيرة وفي الآخر يتنهبوا في فلوسهم اللي بتبيعتها ولات شوية؟ هل الناس اللي تقطعت أعصابها تنادي بالمساواة والكرامة تنجم تصدق اللي في بلادنا ولينا نعملوا صف للسود وصف للبيض؟ ايه شو كالبيض عاد. والناس اللي شافت الكرم التونسي مع ليبيا في تنبك مشاكلهم زعما يصدقوا اللي حكومتنا اليوم يدها ملطخة بدم نساء وصغار تعيشتهم في الصحراء على خاطر سود بشرتهم؟ نتساءل على الناس اللي طردت سيستم ينافق فينا على القضية الفلسطينية بما انه فوق الطاولة تونس مقاطعة اسرائيل، اما تحت الطاولة الاسرائيليين يجونا لبلادنا باسبورات اسرائيلية لا حشمة لا جعرة. هل الناس اللي طردتها السيستم المنافق اللي يخدم بالقضية الفلسطينية تصدق اللي 13 عام من بعد التوانسة باش يذلوا الفلسطينيين بفيديوهات بروباغندا فارغة؟ اللي 13 عام من بعد الرئيس التونسي باش يكمل كيما اللي سبقوه في استغلال القضية لأهداف سياسية رخيصة بالأفلام والخطابات البطولية الكاذبة؟ هاو تجريم التطبيع قال مش وقته، وزيد باقي الإسرائيليين يجونا لبلادنا باسبورات إسرائيلية لا حشمة لا جعرة. أما من رأيي نفاقنا متاع اليوم أتعس من نفاق نظام بن علي، بما أنه تونس في عهد الاستبداد على الأقل قامت بالواجب كيف ضيفت منظمة تحرير فلسطين. حصلوا كما قلت لكم في الفيديو على غزة الفلسطينيين مساكن العريبة قاعدة كانت تخدم بهم. اي نعم غزة تحت القصف، أما شكون اللي قدم شكاية لمحكمة العدل الدولية؟ بالطبيعة عليه نحن زعام كان في الطبابير ما عليناش. نتساءل زاد على الناس اللي اكتشفت الظلم اللي عملوا بن علي مع المعارضين والناس اللي ما يساعدوش زعما يصدقوا اللي 13 عام من بعد نفس الشيء قاعد يصير. تصوروا لو كان النهار اللي عصام الشابي قال الكلام هذا. وإن شاء الله سنوفق كتونسيين في تعبيد هذا الطريق، لأن تونس كانت ثورتها خاصة وأبهرت العالم، ونريد أن هذا الشعب مرة أخرى يضرب موعدا مع التاريخ في نجاحه في الانتقال الديمقراطي. زعما يصدق السنين بعد ما أبهرنا العالم بالثورة السيستم طيشوا في السجن بنفس استعلالات بورقيبة وبن علي. خلي عاد كان نحكيو على الفصل 54 ولا نحكي لكم على حكومتنا اللي باعت حياة شبابنا للاتحاد الأوروبي بسوم رخيص. أما شكون يعرف بلكش يباعونا بالرخيص على خاطرنا الخاص باش نقاوموا ظاهرة الحرقة. سهل ياسر الجهيد اللي نعملوا فيه في قمع شبابنا نجموا نستعملوه باش نحيو التأشيرة للتوانسة، هكاكا تندثر ظاهرة الحرقة ونسترجعوا كرامتنا لنوليو متساويين مع باقي خلق ربي. يلا ان شاء الله عيد ثورة مبارك علينا وعليهم، لعل عيد الثورة الجاي يولي كلامي غير قابل للتطبيق على الواقع الجديد. ان شاء الله نشوفوا واقع جديد فيه الفصل 54 ملغى وتولي السلطة ما عادش كيما اسرائيل تطغى وتتبكى، ومواطنينا نراوهم مرفوعين الرؤوس مستمتعين بحرية التعبير بحرية السفر ماكلين شاربين ونحققوا اخيرا حلم العيش الكريم.